تخيل ان في جلد شنطة واحدة منه ممكن تجيب لك شقة كاملة، ومش اي جلد، ده جلد حيوانات نادرة ناس بتدفع فيها ملايين لمجرد انها تبان مختلفة. رقم 5، جلد النعام. سعر القدم الواحدة منه ممكن يوصل من 40 ل 60 دولار، ولو شنطة ماركة عالمية ممكن تعدي 3000 دولار بسهولة، وناس بتدخل مزادات مخصوصة علشان تشتريها. الميزة فيه انه قوي وبيعيش سنين، والنقط اللي فيه مخلياه شكله فخم جدا. رقم 4، جلد التمساح. من افخم واغلى الجلود في العالم. القدم الواحدة ممكن توصل ل 100 دولار، وفي شنط منه اتباعت باكتر من 50 الف دولار. كل ما القشور تبقى متناسقة كل ما السعر يضرب لفوق. رقم 3، جلد الاناكوندا. جلد نادر جدا ونقشته الطبيعية مستحيل تتكرر. القطعة الصغيرة منه ممكن تبدأ من 500 دولار، وبعض المنتجات الفاخرة منه بتوصل ل 10000 دولار. رقم 2، جلد سمكة الراي اللاسع. الجلد ده شكله غريب ولمعته طبيعية جدا. سعر الجلد الخام ممكن بيوصل ل 200 دولار للقطعة الواحدة، وفي محافظ وأحذية منه اتباعت بأسعار فوق 5000 دولار. وزمان كان الساموراي بيستخدموه في صناعة مقابض السيوف علشان قوته. رقم 1، جلد حيوان الفيكونة، وده بيعتبر ملك الجلود والأقمشة النادرة. المتر الواحد منه ممكن بيوصل ل 3000 دولار، وفي جواكت كاملة اتباعت بأكتر من 100,000 دولار، لأن الحيوان نفسه نادر جدا وبيعيش في جبال أمريكا الجنوبية. والغريب إن في ناس ممكن تدفع ثروة كاملة بس علشان تلبس جلد محدش غيره عنده.